ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ألذ فطيرة فراخ ممكن تجربوها بعجينة اقتصادية وهشة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش قادرة بقى اوصف لكم الطعم. لازم تجربوها. هتعجبكم، ووصفة سهلة وسريعة ومش بتاخد اي وقت. آه اتمنى بقى تجربوها. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. في بولة عندي كوباية من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقتين من الزبادي، بياض بيضة، وربع كوباية من الزيت. وهقلب كويس كل المكونات السايلة مع بعض. بعد كده عندي 3 كوبايات من الدقيق. هبدأ الأول ب3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح، وهعجن كويس. عندي نص كوباية من الدقيق تاني هنزل بيها بالتدريج علشان ممكن محتاجهاش كلها. فانا بدأت الاول ب3 كوبايات من الدقيق وبعجن. بعد كده هنزل بربع كوباية من الدقيق. انا قلتلكوا ان انا مش هنزل بالنص كوباية كل مرة واحدة، هشوف العجينة بتاعتي هتاخد قد ايه. فانا نزلت بربع كوباية من الدقيق، والعجينة عندي خدت 3 كوبايات وربع من الدقيق. يبقى هي تاخد معاكم من 3 كوبايات وربع ل3 كوبايات ونص من الدقيق. زودوهم بالتدريج معلقة معلقة، وهنزل بالعجينة على الرخامة وابتدي اعجن فيها. بعد كده هحط على ايدي كده معلقة من الزيت، وابتدي اعجن كويس لحد ما العجينة بتاعتي تبقى طرية خالص وناعمة، ومش بتلزق خالص في ايدي ولا على الرخامة. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين عاملة ازاي. البولة بتاعتي بقى هدهنها دهنة من الزيت، واحط فيها العجينة واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. في الوقت ده بقى هحضر للحشوة. عندي هنا طاسة سخنة فيها 3 معالق من الزيت، عليها فراخ متقطعة شرايح، وهنزل بيها على الفراخ ومش هقلبها خالص الا لما لونها يغير من تحت عشان ما تنزلش ميتها. اول لما لونها يغير هبتدي بقى ان انا اقلبها بالشكل ده. اول ما لونها يغير معايا كلها هبتدي انزل بالتوابل. عندي ملح وفلفل وبابريكا وكركم، وهقلب كويس مع بعض. بعد كده عندي بصل وفلفل. اي فلفل موجود عندكم، لو في فلفل الوان ممكن نزوده. وابتدي اقلب كويس كده. بعد كده عندي رشة من الزعتر. واول لما الفلفل والبصل يتبلوا معايا والفراخ تستوي، هطفي النار خالص، وهزود معلقة من الكاتشب بعد ما اطفي النار، ومعلقة من المايونيز، وهقلبهم كويس مع الخليط بتاع الفراخ. مش بنحط الكاتشب والمايونيز الا لما نطفي النار خالص. وهنقلب كويس ونسيب الفراخ تبرد على جنب. هنا بعد ما العجينة خمرت معايا، شايفين حجمها تضاعف ازاي. هبدأ ان انا انزل بيها على الرخامة وهقسمها لجزئين متساويين.
هبدأ بأول جزء، هرش رشة من الدقيق على الرخامة، وهبتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي بسمك رفيع، مش رفيع قوي، بس كل ما الفطيرة بتاعتي تبقى رفيعة ومش تخينة كل ما تبقى احسن. هتشوفوا دلوقتي السمك معايا. هنفردها ونسويها كده، وبعدين ننقلها على صينية. شايفين سمكها مش تخين ولا رفيع قوي. هبدأ بقى انزل بالحشوة عليها من فوق. هحط اي نوع جبنة احنا عايزينها، دي جبنة موتزاريلا طبعا بتدي طعم وبتمسك الحشوة معايا. بعد كده الجزء التاني من العجينة هفرده واحطه عندي على الفطيرة بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا اقفل الفطيرة كويس جدا داير ما يدور كده. وبعد ما بقفلها بجيب الجزء اللي انا قفلته وابتدي ان انا ادخله من تحت علشان ايه اظبط الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بخرم الفطيرة بتاعتي من فوق علشان ما تنتفخش معايا في الفرن. وعندي هنا صفار بيضة عليها رشة من البابريكا ومعلقة من اللبن، هدهن بيها الفطيرة. طبعا في الوقت دوت بكون مسخنة الفرن، وهرش رشة من الجبنة الموتزاريلا هتدي شكل مش اكتر من فوق. وبعد كده هرش رشة من البابريكا فوق الجبنة كده، ورشة من حبة البركة لو في سمسم ممكن نضيفه. وادخلها بقى على فرن ساخن، هتاخد معايا حوالي ربع ساعة. اول لما تطلع هسيبها تهدى شوية وغطيها، وبعد كده هقطعها. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ مش قادرة اوصف لكم الطعم. والعجينة كانت طرية جدا وفي نفس الوقت عجينة اقتصادية. هستناكم تجربوها، متأكدة ان هي تعجبكم وهتعجب الاولاد، ووصفة اقتصادية واحسن من اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والعجينة مش تخينة والحشو مليان من جوه. هستناكوا بقى تجربوها. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.